باش نجاوب على النقطه هي مسألة ماذا بينا نعرف. على خاطر يقول معناتها الرئيس الجمهوريه لقى 30 الرئيس السابق ياخذ في 30,000 دينار. صحيح 30,000 دينار، ولكن خلينا نقول لك مثلا رئيس فرنسا جاك شيراك كان ياخذ 7,106 7,106. باهي ميزانية رئاسة الجمهورية كيف اطلعت عليها نتاع 2011 331 مليار 331 مليار. باهي ميزانية لا شانسيلري الموند 36 مليار. معناتها شوف ميزانية رئاسة الجمهورية في بلادنا قداش، وميزانية رئاسة الجمهورية الحكومة الألمانية قداش 36. يوم 17 ديسمبر يهبط السيد رئيس الجمهورية في الاحتفالات في سيدي بوزيد باش يحتفل مع الثورة وكذا وشنو، في اجتماع شعبي يجي يصرح يقول باش نعمل لكم تكنوبول. بهتنا شنو الحكاية هذه في الأشياء هذه؟ بون يعني السياسة وكل شيء وهذا والفينانس وكل ما هوش دوماني هو سي لا ريشيرش سيونتيفيك إي لي تكنوبول. تكنوبول توا ما تنجم تعملوا الا ما فيه مردوديه باش يجيب لك فلوس. بربي باش تمشي تعمل تكنوبول في سيدي بوزيد شكون باش تخدم فيه؟ هذا سؤال هكا ابسط الحاجات واحد يسالها لروحه، شكون باش يخدم؟ باش نخدموا الفام دو ميناج والعساس غاديه؟ عندنا دي شيرشور اون شوماج. هذا يوريك لا بيبولاريتي الشيء اللي ماشيين فيه. معناتها ناس في وادي وناس في وادي اخر، ناس باش تموت بالشر ونهزوا فيهم كما الحيوانات، واحنا باش نعملوا تكنوبول ب 40 مليار في سوسه وقيمته معناتها لونتروتيان نتاعو في العام 10 ملياردوات، وباش نعملوا اون سال بلانش. هذه تتسمى اون سال بلانش. الناس يبداو كاغولي يصنعوها في صنع لي ساتيليت والميكرو تكنولوجي والبيوتكنولوجي رافيني دو نيفو. احنا وقت اللي صاروا لي تكنوبول البروجي دو تكنوبول مع الحكومه السابقه، مش هذه صاروا مع الجامعات في وقت رئيس الجمهوريه المخلوع. هي الخلل وين في احداث قطب تكنولوجي مثلا في سيدي بوزيد؟ ما كان فسر لنا اكثر شو الخلل؟ شنو هي المنفعه منه ساعه؟ الاف المليارات راهو التكنولوجيا. ثم اولويات اخرى، ثم اولويات اخرى في البلاد، ثم مشاريع اللي هي ابجل من هذا. هي ابجل من هذا ما فيش شيء. وهذا معناتها كما قلت لهم وقت في الخارج يا اخي باش تعملوا 7 تكنوبول في تونس راهي فلوس باش تروحها في الماء. اوني با كومبيتيتيف، ماناش ما عندناش تنافسيه مع الخارج في الشيء هذا، ماناش مبدعين في الشيء هذا. خلينا نمشيو خطوه بخطوه ساعه، خلينا نوكلوا الناس ونشربوهم ونعيشوهم ونخرجوهم من المأزله هذه. يا اخي يطلع سيد رئيس الجمهوريه يعمل قرار كيما هذا قرار شعبوي، انا نسميه شعبوي لان في الحوكمه الرشيده يلزم القرار العلمي تسبق القرار السياسي. لا ديسيزيون سيونتيفيك دوا بريسيدي لا ديسيزيون بوليتيك. انت كيف تاخذ قرار كيما هذا il faut une étude des ressources humaines et matérielles. معناتها ما عندناش كفاءات بشريه في سيدي بوزيد وبرا عنا نجيبوهم وقت 7 بالنسبه نحب نصلح ما عندناش قرار. 7 اقطاب تكنولوجيه اللي عاد هو اعلن عليه في اجتماع شعبي. اي فهمتك كما حبيت بشير الراي العام زاد باش ما يغلطش، ما عندناش قرار في هذا الموضوع. ممكن نتراجع فيه. لا باش نوضح لك معناها على الان سياسي شيء والقرار بعد ذلك مربوط بالدراسات.